عبد الكريم حداد، دكتوراه في الفقه، سكرتير مجلس أهل العلم في أورفا، وأقيم في تركيا منذ تقريبا 6 سنوات. أي سوري الآن هو يفكر بأن يتحرر بلده من النظام الأسدي الفاشي الذي يدعمه روسيا، بالإضافة إلى ذهاب كل أجهزة المخابرات تبعته كي يبقى البلد يرجع الناس إليه عند انتشار العدل وعدم وجود الظلم. ما يمنعنا من العودة هو وجود النظام بشار زائد أجهزة المخابرات تبعته التي تحكم البلد. طبعا هناك نظرة إلى الآن أقرب إلى التشاؤمية عند السوريين نتيجة الاتفاق الروسي التركي. لم تتضح المعالم بعد، لكن هناك في تشاؤم بسبب تسليم القوات السورية، قوات النظام السوري، الكثير من الأراضي السورية مجانا، بعد أن أفنينا فيها الكثير من الشهداء. طبعا نحن كنا نتأمل من تركيا أن تقوم بمرحلة وهي الدخول حتى شرق الفرات جميعا، تدخل الرقة وتدخل إلى دير الزور وتصل حتى الحدود العراقية، لأن الناس حتى في مناطق النظام ينظرون إلى العيش في المناطق التي تديرها تركيا أفضل من المناطق التي يديرها النظام السوري. كثير من السوريين يرغب بالعودة إلى سوريا، لكن في منطلق العدل، بأن تكون هناك حرية للناس في التعبير عن آرائهم، وأن يعودوا هناك من غير أن تقبض عليهم الأجهزة الأمنية أو أن يضيق عليهم. الآن النظام وقسد يحاولون قدر الإمكان من الحد من عودة الشباب إلى سوريا، وغالب الشباب الآن موجودون في تركيا بسبب نظام التجنيد الإجباري عند كليهما أو السجن، أو أنت مجرد ما كنت في تركيا فهي تهمة أحيانا قد تسجن عليها. الشعب السوري ينظر إلى تركيا هي كالأخ الكبير الذي يحاول أن يعيد الحقوق المسلوبة لهذا الأخ الصغير الذي تم الاعتداء عليه من قبل روسيا وإيران. عملية نبع السلام كانت هي بداية التفاؤل عند السوريين، وهي حقيقة كانت لازم من سنوات عدة. قد نوجه عتب المحب إلى تركيا في عام 2013 تقريبا، عندما كان الجيش الحر يسيطر على أكثر من 75% من سوريا، فلو دخلت كانت بالمؤازرة القوات التركية مع الجيش الحر في سوريا لكان ما اضطرينا وصلنا الموصل إليه. ما يعجبنا في تركيا هي النظام الديمقراطي ونظام العدل الموجود فيها، فلذلك نحن ننظر إليهم بعين المحبة لهذا الأمر الذي يحدث في تركيا الآن. نسأل الله عز وجل أن يكون هم تركيا هو استقرار سوريا قبل أن تكون مصالحها. تركيا تعتبر الآن من الدول في مصاف الدول الكبرى، خاصة في المستوى الإسلامي، لذلك نرغب بأن تأخذ دورها بالهيمنة على الظلم ورفع الظلم في سوريا، لأن العمق التاريخي اللي هو الموجود ما بين الدول الإسلامية جميعها، وهي تركيا تمثل أحد الدول الإسلامية التي تقود نحو الخير. كدول عربية ودول إسلامية تتمنى أن يكون نموذج الباكستاني والنموذج الماليزي والنموذج التركي موجود في جميع الدول العربية التي تهنن عليها الأمم الغربية. غالب السوريين يميل أن هذه الاتفاقية ليست في مصلحة السوريين. السبب أنه روسيا في كثير من الاتفاقيات التي عقدتها مع تركيا تمكث فيها، لأن روسيا إلى الآن الجيش الوطني الذي هو يعتبر أحد أفرع الجيش الحر، إلى الآن تطلق عليه إرهابيين، وبشار الأسد تطلق عليه هو الحاكم السوري الذي ينبغي أن يدعمه بعد أن دعمته في غوطة دمشق، ودعمته في حلب، ودعمته الآن في ريف إدلب وفي ريف حماة. حتى النقاط التي كانت أوجدتها تركيا في إدلب وفي حماة وفي كذا